كتير جدا بعتوا لي فيديوهات لتوانسه بيشتموا في مصر والمصريين، وقالوا لي انت خايف تيجي تتكلم علشان خاطر انت عايش مع توانسه وخايف منهم. عاوز اقول لك ان انا ما بخافش من اي حد، والنهارده هوريك فعل مش كلام. انا مش زيهم بطلع اشتم في المصريين. انا النهارده هجيب لك العالم التونسي بتاعهم، وهجيب لك النهارده ولاعه، وهجيب لك مقص، وشوفوا هعمل ايه. انا توانسه، دمي مصري حر، ما بخافش من حد، وعايش في مدينه كلها توانسه. طبعا انا بحب الجزائر قوي، وقالوا لي في بعض الجزائر طلعوا شتموا في المصريين. عذرا بقى، بلدي خط احمر، اللي يشتم في بلدي خط احمر. فبلدي هي دمي وقلبي وروحي وكياني. علم بلدي يتشال على الراس، واللي ما يحترمش علم بلدي ملوش قيمه بالنسبه لي. فتحيا مصر، تحيا مصر. الشعب المحترم اللي هو الشعب المغربي، الشعب المحترم اللي عارف يعني ايه مصر والمصريين. عاوز اقول لكم النهارده شوفوا هعمل ايه في علم تونس قدام الناس كلها. فلسطين اللي انتوا كلكم بتشتموا مصر عشانها وغلطتوا في مصر علشانها، فعاوز اقول لكل واحد طلع غلط في مصر، عاوز اقول لك مصر قيمتها كبيره قوي، واحنا اكتر ناس بنحب الفلسطينيين. مش بالكلام، كفايه ان احنا بندعي لهم وربنا يكون معاهم. انا جاي لك بالافعال، مش هقول لك مصر ام الدنيا عشان هي بلدي وعشان انا مصري، ولكن هندافع عن مصر كمصر اللي هي ام الدنيا بجد. افعال مش كلام. مصر ام الدنيا، تستحق تكون ام الدنيا، لان مصر هي الدوله الوحيده في العالم اللي عايش فيها كل العرب ويحسوا في مصر انهم عايشين كانهم في بلادهم واكتر. بنشيلهم على راسنا. عاوز اقول لك ان اي حد من اي جنسيه عربيه لو نزل مصر وحد فكر يعمل معاه لقطه مش كويسه، المصريين يتجمعوا عليه وياكلوا الشخص اللي فكر يعمل مع الغريب، لانه مش غريب وهي بلده. مصر هي الدوله الوحيده اللي لما تنزل فيها هتحس انك في بلدك وسط اهلك، مش هتحس انك غريب ابدا. مصر هي الدوله الوحيده لو حصل لك اي مشكله هتلاقي بدل الواحد مليون واحد يقفوا جنبك. مصر هي الدوله الوحيده لو وقعت في الشارع هتلاقي بدل الواحد 1000 واحد يجروا عليك. مصر هي الحضاره والتاريخ والازهر الشريف. مصر تستحق تكون ام الدنيا. مصر هي اللي علمت كل الناس الحضارات. مصر هي ام الحضارات وام الثقافات. مصر هي بلد العلم والعلماء. مصر هي بلد الازهر الشريف. مصر اللي فيها الازهر اللي بينزل فيها الاندونيسي والصيني والكوري واي واحد اجنبي عشان يتعلم الدين الاسلامي الصح. مصر اللي انجبت الدكتور احمد زويل. مصر اللي انجبت الامام محمد فضل الشعراوي. مصر انجبت الكثير والكثير في شتى العلوم المختلفه. مصر اللي فيها النهارده في الزمن الحديث اللي احنا عايشينه الدكتور هاني عبد الجواد، اسطوره علاج العمود الفقري على مستوى العالم. مصر الدكتور مجدي يعقوب. مصر بلد العلم والعلماء. مصر هي البلد الوحيده في العالم اللي هتلاقي فيها السياحه العلاجيه والسياحه الثقافيه والسياحه العلميه والسياحه الترفيهيه، فهي مصر ام الدنيا. مصر اللي انجبت الدكتور احمد الطيب اللي العالم الاسلامي كله بيفتخر بيه وبعلمه. دلوقتي ان انا ارد على التوانسه، المقص معايا والولاعه معايا، واستنوا وشوفوا هعمل ايه في العالم اللي اصحابه طلعوا شتموا في مصر. عرفتك قيمه مصر يا تونسي انت وهو. النهارده ده علمك ودي الولاعه. يلا بينا نتوكل على الله وانا قدها. عاوز اقول لك ان مفيش مصري في الدنيا يقدر يهين اي عالم بتاع اي دوله عربيه، لان احنا مصريين اتربينا على الاصول والعادات والتقاليد، واتعلمنا نحب كل العرب مهما كانوا ومهما عملوا، لان احنا ملناش علاقه بالسياسات كشباب وكعرب زي بعض. فبطلوا تهينوا كرامتنا ونخوتنا كعرب قدام العالم كله، لان العالم كله بيتفرج علينا وعلى اهانتنا لبعض. الله سبحانه وتعالى يوم القيامه مش هيسالك انت تونسي ولا مصري ولا جزائري ولا مغربي، ولكن هيسالنا انت مسلم وعملت ايه في دينك. اقول للشعب التونسي اي مصري طلع غلط فيك لا يمثل المصريين المحترمين، خلوا عندنا وعي. عاوز اقول لكل التوانسه اللي طلعوا غلطوا في المصريين، انتوا لا تمثلوا تونس ولا التوانسه، لان احنا عايشين وسط توانسه ومعاشرينهم، وفي الواقع ناس ملاح قوي قوي قوي. بلاش تسيروا فتن وتوقعوا دول في بعضها زي تونس ومصر بسبب اللاوعي وبسبب ان احنا مش فاهمين اي حاجه في اي حاجه. ايا يكن مهما يحدث في السياسات فهي اختصاص الدول مش باختصاصنا كافراد. فالعيب وكل العيب ان احنا نطلع نغلط في بعض كاشخاص مسلمين او كعرب، والعالم كله بيتفرج علينا وبيشوفنا بنتفرق علشان حاجه ممكن احنا مش فاهمينها كويس. مش هعتذر عن دول ولا هعتذر عن دول، ولكن هقول لك ان اي شخص تونسي بيطلع يشتم في المصريين لا يمثل التوانسه المحترمين، ولا يمثل الشعب التونسي المحترم، ولا يمثل دوله تونس. وعاوز اقول لك برضه ان كل شخص مصري طلع غلط فيك لو انت تونسي لا يمثل المصريين المحترمين ولا يمثل مصر، لان المصريين معروفين بقيمتهم وبكرامتهم وباختلافهم. حتى لما بننتقد باحترام. طبعا من غير ما ارفع علم الجزائر، عاوز اقول لك ان هو موجود معايا وانا نايم شايفه على طول قدامي كده مع الفراعنه، حبايبنا الفراعنه وحبايبنا الجزائريين. تحياتي للمغاربه وتحياتي للتوانسه وتحياتي للجزائريين، وتحيا مصر وتحيا الدول العربيه وتحيا بلادكم جميعا.
وتحيا فلسطين، وان شاء الله تتحرر من ايدي اليهود الملاعين. الولاعه اللي انا جبتها والمقص اللي انا جبته دول جايبهم عشان اللي يفكر يوقع ما بيننا نولع فيه، واللي يفكر يعمل اي حاجه نقصقصه. فكروش توقعوا العرب في بعض، كفايه فتن لا للاسفاف نعم للوعي. هقول لك جمله مفيده جدا تحطها في دماغك: دور الاعلامي اخطر من دور الطبيب الجراح. اذا اخطا الجراح مات شخص واحد. لو دكتور جراح كبير جدا ومعروف عمل عمليه غلط، واحد مات. اما اذا اخطا الاعلامي او اي شخص على السوشيال ميديا، قامت الحروب ووقعت الفتن بين الشعوب. فخلي بالكم، خلوا عندكم وعي. تحيا تونس، تحيا مصر، تحيا الجزائر، تحيا المغرب، وتحيا فلسطين. في النهايه تحيا الدنيا مصر.